احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في lesson 2 هنقسمه على حصتين. اول حصة فيه بتتكلم عن property 1 and property 2، والحصة الجاية ان شاء الله هنشتغل في property 3 لان هي مهمة جدا جدا جدا. property 1 خاصة بالproportion بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن equality of the inverse. يعني ايه؟ انا لو جيت مثلا قلت لك انا معايا A over B equal C over D، ده كده proportion انت عارف ان هو تمام. اوكي، لما اجي اجيب له الانفرس بتاعه هيكون كالآتي: انا هقلب اللي تحت هيكونوا فوق واللي فوق هينزلوا تحت، فهيكون ال B over ال A equal ال D over ال C. طب هل يا مستر الكلام اللي على الشمال هيكون هو نفسه يعني equal الكلام اللي على اليمين؟ لا، اللي على الشمال ده A over B equal C over D، دول كده four proportional quantities، دول كده proportion. البروبورشن ده هيكون ليه constant أو هيكونوا ليهم value. لما قلبناهم هم هيفضلوا proportion، وهي دي النقطة اللي احنا هنشتغل عليها، ولكن طبعا هيطلعوا value تانية. دليل يا مستر، أنا لو جيت مثلا قلت لك أنا معايا 2 over 3 equal 4 over 6. حلو حلو، لما أجي أطبق الكلام ده عليهم هيكون هما 3 over 2 equal 6 over 4. طبعا واضح جدا لحضرتك ان ده اللي على الشمال واللي على اليمين ما هماش قد بعض، لان دي 2 over 3 ودي 3 over 2 ما هماش قد بعض، ولكن الاربعة دول مع بعض proportional، والاربعة دول كمان مع بعض proportional، يعني دول بيكونوا لي proportion ودول بيكونوا لي proportion. انا ما يفرقش معايا اذا كانوا قد بعض ولا مش قد بعض، انا اللي يهمني ان هما يفضلوا ايه؟ proportion. وهي دي النقطة اللي هنشتغل عليها في property 1 دلوقتي. فتعال نشوف سؤال عشان نشوف هنحل ازاي. هي على فكرة تعتبر تكملة طبعا للي احنا اخدناه الحصة اللي فاتت، يعني هنبدأ ندخل الكي في الحكاية دلوقتي، ولكن الموضوع محتاج تظبيط. في الحصة اللي فاتت انت كنت بتلاقي x وتحتها 3، الاكس هي اللي فوق وتحتها 3، والواي هي اللي فوق وتحتها 4، والزد هي اللي فوق وتحتها 5، صح ولا غلط؟ وبعد كده لما بيقول لك بروف ذات بتروح تحل عادي، ولكن هنا هو كاتب ال 3 فوق والاكس هي اللي تحت. طب ما هو انا عايز اظبط شكلهم علشان اقدر اقول له ان اجيب الفاليو بتاعت الاكس in terms of k وكذلك الواي in terms of k عشان ابدا اشتغل زي ما كنت بشتغل الحصه اللي فاتت. اوكي، فهقوم قايل له from properties of proportion x over 3 equal y over 4 equal z over 5، واروح قايل له ان هما equal k. وبعدين هتروح قايل له ان ال x equal 3k، وهتروح قايل له ان ال y equal 4k. خلاص بقى سؤال عادي بالنسبة لك زي الحصة اللي فاتت. وال z equal 5k. وبعدين طبعا هو هنا في السؤال انت ملاحظ ان هو بيقول لك prove that، واحنا طالما السؤال بيقول prove that يبقى انت عندك left hand side وعندك right hand side. فانا هاجي هنا هشتغل في ال left hand side اللي هو الجزء اللي على الشمال ده، هقول له square root x square، يعني ال 3k هيكون عليها باور 2 اللي هي هتطلع معايا 3 باور 2 و k باور 2 يعني 9k باور 2 بلس y square، ودي معناها ان ال 4k هيتعمل لها باور 2 فهتكون 16k باور 2. هتطلع معايا 9 بلس 16، طبعا انا اقدر اعمل لهم بلس عشان دي k سكوير ودي k سكوير يعني like terms، فانا اقدر اعمل بلس للكوفيشنت بتاعتهم. 9 بلس 16 25 تحت السكوير روت طبعا، والكي سكوير مكتوبة اهي. وبعدين قال لي وبعدين هتروح تحسب الروت عادي خالص، هتطلع معاك 25 الروت بتاعها 5، احنا حسبنا الروت خلاص مش هنكتبه. روت 25 ب 5، والكي سكوير الروت بتاعها كي، وده كده يكون الليفت هاند سايد. هنروح نجيب الرايت هاند سايد يلا. يبقى كده 2x هتبقى 2 multiply 3k بلس y اللي هي 4k minus الزد اللي هي 5k. 2 times 3 6
يبقى كده 6k plus 4k minus 5k. 6 plus 4 10 minus 5 يطلع معاك كلها 5k، وده معناه ان ايه؟ ان ال left hand side equal لل right hand side. تمام كده؟ يعني احنا الفرق ما بين السؤال ده وأسئلة الحصة اللي فاتت إن الجزئية اللي موجودة قدامي هنا كانت محتاجة تظبيط صغير قبل ما أقول له إن هما equal k. فقلت له from properties of proportion 3 over x equal 4 over y equal 5 over z. ده هيعطيني برضو إن x over 3 هتكون equal y over 4 هتكون equal z over 5، هيكون proportional. وده معناه إن أنا أقدر أستخدم الكونستانت بتاع البروبورشن وابدا ان انا اجيب الفاليو بتاعت الاكس والواي والزد in terms of k، يعني وهي فيها k، عشان ابدا اشتغل في الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد واثبت لك ان هما ايكوال زي ما انت كنت طالب. دلوقتي جه دورك انت اللي تحل في سؤال سهل وبسيط بنفس الفكرة. ابدأ حله في النوت بوك بتاعتك، يلا لحد ما تجيب الكتاب طبعا. تعال يلا نحلها مع بعض. هنا في السؤال بيقول لي 1 over x equal 2 over y equal 3 over z. أنا ملاحظ إن هي مش مظبوطة على حسب ما كنا بنحل المرة اللي فاتت. كنا متعودين إن ال x وال y وال z هما اللي فوق، فهقول له since 1 over x equal 2 over y equal 3 over z, then x over 1 equal y over 2 equal z over 3. ممكن أقول له equal k، وده معناه إن ال x equal k، وإن ال y equal 2k، وإن ال z equal 3k. جميل. وأقوم أعوض بقى في الحاجة اللي هو جايبها دي عشان أجيب له الفاليو. هروح كده، يلا 2y يعني 2 multiply 2k minus ال z يعني minus 3k تحت 3x يعني 3 multiply k minus 2y يعني 2 times 2k plus z يعني plus 3k equal فوق 2 times 2 تبقى 4k minus 3k over 3k minus 4k plus 3k. حتى الآن احنا تمام. هقول له equal فوق 4k minus 3k يعني k 1k، وتحت 3 minus 4 negative 1 negative 1 plus 3 يبقى 2k. في ناس هتغلط غلطة شنيعة هنا في حق نفسها، هيقوموا مطيرين الكي مع الكي وكاتب لي الإجابة equal to. كل اللي انت عملته ده جميل، كل اللي انت عملته ده جميل، ولكن الإجابة دي غلط. ليه غلط يا مستر؟ ركز معايا. دلوقتي احنا اوكي ماشي، طيرنا الكي مع الكي. ال2 كانت في الدينومينيتور، ايه اللي طلعها في النيوميريتور مرة واحدة كده؟ دي 1 ودي 2. الكي لما اتكنسلت مع الكي احنا بنعمل ديفايد، كي ديفايدد كي تبقى 1، والكي طارت اتبقى لك ال2 اللي جنبها فتبقى 1 over 2 مش 2، لان دي حاجة ودي حاجة تانية، وبالتالي تكون الإجابة بتاعتنا هنا هي ايه؟ هي have. معانا دلوقتي property 2 بتتكلم عن interchanging the means، ونفس الكلام في الاكستريمز، وهنستنتج منهم حاجة مهمة جدا. يعني ايه يا مستر؟ احنا دلوقتي اتفقنا ان لو انا معايا A over B equal C over D دول proportional، تمام؟ دلوقتي احنا من شوية قلنا ان احنا ممكن نجيب الانفرس، يعني نجيب اللي تحت نطلعه فوق واللي فوق ننزله تحت، وهيطلعوا بروبورشنال برضو زي ما حلينا الاكزامبلز اللي فاتت. ولكن دلوقتي انا مش هطلع اللي تحت فوق ولا هنزل اللي فوق. امال هتعمل ايه؟ قال لي انا هعكس المينز. مين المينز دول يا مستر؟ المينز اللي هم الرقمين اللي في النص هعكسهم. يعني ايه تعكسهم؟ يعني هشيل السي احطها مكان البي، وهشيل البي احطها مكان السي. ايه ده؟ وده ينفع؟ اه ينفع عادي. ما هو انا معايا دي A over B، لما كنت باجي اعمل كروس مالتيبليكيشن مع السي over D كنت بقول A multiply D و B multiply C، صح ولا غلط؟ قال لي صح. طب مش البي والسي هيتعمل لهم مالتبلاي، والمالتيبليكيشن اصلا كوميوتيتيف، يعني ايه تقدر ان انت تبدله ولا ما تقدرش؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر. فاقدر ان انا اغير شكلها، هقول له تبقى A over السي equal البي over الدي. يعني انا عملت ايه دلوقتي؟
بدلت المينز بتوعي البي والسي، بدلت مكانهم. ده ينفع يا مستر؟ اه ده ينفع. هيطلعوا نفس الريزلت يا مستر، هيبقوا بروبورشنال برضو. ده اللي يهمني، ده اللي يهمني ان هم يفضلوا بروبورشنال. نفس الكلام في الاكستريمز. لو انا مثلا جيت قلت لك انا معايا هنا A over B equal C over D، بدل ما هبدل المينز هبدل مين؟ هبدل الاكستريمز الاتنين اللي على الطرف اللي هما ال A وال D. يعني هجيب ال D فوق over ال B زي ما هي equal ال C زي ما هي over ال A بتاعتنا اللي اتنقلت من مكانها. يعني جبت دي مكان دي ودي مكان دي، يعني نقلت الاتنين مكان بعض والاتنين التانيين زي ما هم. لو انت مثلا جيت وانت بتبدل المينز انت بتقول لي مثلا 1 over 4 equal 2 over 8. حلو. تعال نبدل كده المينز، يلا هنحط ال 2 مكان ال 4 وال 4 مكان ال 2. هتبقى 1 over 2 equal 4 over 8. هنا كل واحدة بفوق طالعة بكام؟ كل واحدة في البروبورشن الأولاني كوارتر، صح؟ في السمبلست فورم اهي كوارتر. لكن البروبورشن التاني كل واحدة طالعة بكام؟ بهاف. الاتنين طالعين بهاف. هما ايكوال لبعض، يعني دول ايكوال لبعض ودول ايكوال لبعض، لكن هل اللي فوق ايكوال اللي تحت؟ لأ. وانا مش محتاج ان هما يكونوا ايكوال لبعض، انا كل اللي محتاجه ان هما يكونوا ايه؟ يفضلوا بروبورشنال. تمام. نفس الكلام هنا، الفاليو بتاعتهم هتتغير، ولكن انا اللي يهمني ان هما يفضلوا proportion. ومن هنا من ضمن البروبرتي نمبر 2 بدأ ان هو يقول لي طب تعالى عايزك في حاجة مهمة. ايه هي الحاجة المهمة دي؟ بص يا سيدي، دلوقتي انا عارف ان النمبر اللي فوق بيكون في الريشيو اسمه antecedent A، وهنا الكونسيكوانت B، في الريشيو التانية من البروبورشن بيقول لي الانتسيدنت C، وهنا الانتسيدنت بتاع السكند ريشيو هيكون ايه؟ D. يعني A over B equal C over D. فهو قال لي معلومة مهمة قوي، هي دي اصلا اللي احنا عايزين نشتغل عليها. ايه هي؟ قال لي لو انت معاك الشكل ده قدامك تقدر ان انت تاخد antecedent over ال antecedent. يعني ايه؟ يعني تاخد ال A وتحط تحتها ال C، وبعدين قال لي و consequent over consequent، يعني تاخد ال B وتحط تحتها ال D. لا تاني كده يا مستر، تاني. انت خدت اللي فوق على اللي فوق واللي تحت على اللي تحت، ده معناه antecedent over antecedent و consequent over consequent وهيفضلوا proportional، صح؟ قال لي صح. طب دي انا هستخدمها في ايه؟ قال لي بص يا سيدي، دلوقتي طبعا انت هتلاحظ ان دي اصلا هي نفسها دي، ولكن دلوقتي احنا مش مجرد ان احنا بنبدل مينز وبنبدل اكستريمز وخلاص، لا ده انا بعمل حاجة وعارف انا بعملها ليه. انا بجيب antecedent over antecedent و consequent over consequent. ليه بقى بعمل كده اصلا؟ تعال افهمك. احنا هنا في السؤال اللي فات لما كانت الارقام الحروف تحت والارقام فوق، انت رحت ظبطتها عشان تقدر تحط الكي براحتك، صح؟ قال لي صح. طيب هنا هيجيب لك سؤال كالآتي، يقول لك A over ال B equals 3 over ال 2 مثلا. طب هل انا بستخدم الكي، انت بتستخدم الكي بتاعتك كده بالشكل ده، ولا بيكون الحرف فوق والرقم تحته؟ بيكون الحرف فوق والرقم تحته، صح ولا غلط؟ قال لي صح. يعني انا محتاج اظبط شكل دي، محتاج اظبطها. هاخد antecedent over antecedent و consequent over consequent، وبالتالي يبقى شكلهم كده A over 3 equal B over 2. ودلوقتي تقدر تقول له equal K وتحل عادي بالطريقة اللي انت عارفها، صح ولا غلط؟ قال لي صح. بيني وبينكم احنا نقدر اصلا على طول نقول له ال A equal 3K من هنا وال B equal 2K من هنا، ولكن شوية افشخانات خاصة بالمنهج بتاعكو واحنا معاهم للاخر، ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر. المهم هنا في example عشان نشوف هنطبق ازاي، بيقول لي A to B equal 3 to 5 find the value of مش عارف ايه. طيب انا هستفاد من دي في ايه؟ هقول له ان ال A over ال B equal 3 over ال 5، صح ولا غلط؟ صح. فاقول له since ان ال A over ال B equal 3 over ال 5 then ال A over مين بقى؟ ها، هنحط تحتها مين؟ ال 3 equal ال B اللي هي ال consequent over ال consequent التاني اللي هو مين؟ اللي هو ال 5.
ده اللي انت متعود عليه، وتقوم راشق لها الكي وتبدأ تشتغل، تقول له ال A ب 3K وال B ب 5K، وتبدأ تشوف بقى هو عاوز ايه او الفاليو بتاعت مين هاتها له. هكتب ده بشكل فراكشن الأول اهو، تطلع معايا 20A minus 7B over 15A plus B. 20A يعني 20 multiply 3K minus 7B يعني 7 multiply 5K، وتحت 15A يعني 15 multiply 3K minus على plus B اللي هي 5K. احسب اللي فوق يلا. 20 multiply 3 يعني 60K minus 7 times 5 35K، تحت 15 times 3 45K plus 5K، تطلع معاك 60 minus 35 يعني 25K، وتحت 45K plus 5K يعني 50K. شيل الكي مع الكي، و25 divided by 50 يطلع معاك في السمبلست فورم كام؟ هاف. ودي يكون الانسر بتاعت الكلام اللي هو عايزه ده، كل الكلام اللي هو طالبه ده هيطلع معاك في الاخر بكام؟ بهاف. يبقى فكرة السؤال بتاعت دلوقتي برضو ما اختلفتش عن الحصة اللي فاتت ولا عن الدرس اللي قبله، غير في شكل الجيفن اللي هو اداهولك. فأول property كان بيحط لك الحرف تحت والرقم فوق، وقلنا بنعرف نعكسهم ونظبطهم. هنا كاتب لك الحرف وتحته حرف تاني equal ال two numbers بتوعك، وعرفنا برضو ان احنا نظبطهم ونجيب الحرف فوق والرقم تحت، وتبدأ ان انت تحط الكي وتعوض عادي تعويض مباشر مفيش فيها مشكلة. ايه رأيك دلوقتي تحل انت السؤال اللي قدامك ده؟ تعال يلا نحلها مع بعض. هنا هو بيقول لي x over y equal 2 over 3. هقول له الأول since x over y equal 2 over 3 then x over ال 2 antecedent over antecedent equal consequent over consequent اللي هو y over 3. ممكن تقول له إن احنا كده عملنا interchanging the means، وقام قايل له let x over ال 2 equal y over ال 3 equal ال k، وده معناه ان ال x equal 2k وان ال y equal 3k، وابدأ ان انا اعوض في الحاجة اللي هو عاوزها عشان اجيب له الفاليو بتاعتها. 3x اللي هي 3 multiply 2k plus 2y يعني 2 multiply 3k over 6y يعني 6 multiply 3k minus x اللي هي 2k. هتطلع معايا من فوق 12k، هتطلع معايا من تحت 16k، وفي السمبلست فورم هنشيل الk مع الk، وال12 over 16 هتكون 3 over 4 في السمبلست فورم، ودي تكون الفاليو بتاعت الحاجة اللي انت طالبها. وتكون هي دي حصة النهاردة ان شاء الله. اشوفك الحصة الجاية. سلام.